انا لازم اعرف في ايه. ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ ايوه يا محمد. ايه انت فين؟ هتتاخر يعني؟ طب يلا عشان ادم بيسال عليك، كل شويه يقول لي بابا فين بابا فين. ماشي مستنياك، متأخرش بقى. يلا مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالي وبركاته. شيلي مني. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ايه كل الحاجات اللي انت جايبها دي؟ جبت لك بقى، بصي حط الحاجه دي هنا كده. بصي بقى دي ايه، بطايه اهيت، حطها في الفريزر. تعيش وتجيب. وديت كوارع برضو. كوارع؟ وده خضار. ايه كل ده؟ انت ورثت ولا ايه؟ يلا بس يلا هخش كده، خش دخل الحاجات دي جوه وانا هخش كده الحمام، افوق كده ونقعد نتكلم. ما تطولش يا محمد، انا قاعده مستنياك اهو. ايه الحاجات اللي جايبها دي كلها؟ يا ترى جاب فلوسها منين؟ يكونش ورث؟ لا برضه، انا لازم اعرف في ايه. ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ ايه الفلوس دي كلها جابها منين؟ ربنا يستر يا رب، ربنا يستر. جابها منين الفلوس دي كلها؟ عاملين لنا اكل ايه النهارده؟ لا سيبك من الاكل ومن الكلام ده خالص، انا عايزك تقولي انت جبت الحاجات دي منين وجبت فلوسها منين. مفيش، عملنا مصلحه كده انا وواحد صاحبي، قلنا بس عاملين لك اكل ايه النهارده، انا ما جعان. لا ما تقول مالكش دعوه بالاكل خالص، قول لي الاول جبت فلوس الحاجات دي منين. انا عارفه انت ما معكش فلوس. هو يعني اي حاجه اخش بيها البيت تبقى حاجه غريبه يعني؟ مثلا هو الغريب يعني ان راجل البيت يخش بايده فيها اكل ولا اي حاجه؟ لا مش غريبه، بس الغريبه اللي هو يخش فعلا وهو ما معهوش فلوس. يا ست فرجت، انت ايه اللي مزعلك؟ ايوه منين يعني؟ جبت الفلوس منين؟ ايه اللي حصل؟ جبت عملت فلوس؟ مصلحه انا وواحد صاحبي ورزقت كده ب 200 300 جنيه وخلاص يا هلا. مصلحه ايه؟ لا وبعدين ما الحاجات اللي ما انت تقعدليش جايبها على ديت، الاساس. الحاجات اللي انت جايبها دي معديه 300 جنيه اصلا. هو يعني انا بقول لك 200 300 جنيه، يعني مش لازم يكون ايوه 200 الحاجات 300 جنيه دي، بالظبط، ممكن يبقى 500 الحاجات دي داخله في 500 جنيه. 600 جنيه مصلحه ب 600 جنيه، يعني مش فاهم انت ايه مشكلتك يا هلا؟ انا مش مرتاحه لك. مش مرتاحه لي؟ ايوه انت بتكذب. طب قومي بس حط لنا ناكل كده وبعد كده ربنا يسهل نبقى نتكلم. اما اشوف اخرتها معاك. اتغديت الحمد لله. اتفضل بقى اشرب الشاي اهو، تحكي لي بقى ايه اللي حصل. اتفضل سيب الصينيه. انا عايزه اعرف بقى دلوقتي ايه اللي حصل. جبت الفلوس دي منين؟ انا مش مرتاحه لك على فكره، انت بتكذب عليا. احنا لسه اكلين، نهضم وبعد كده نبقى نتكلم. خلاص الشاي في ايدك اهوت واهضم بيه، اتفضل بقى احكي لي. هو انا مش لازم اقعدك على اساس اي حاجه. لا لازم اعرف. انت عارفه ان انا راجل ارزاقي، يعني يعني الشغل اللي جاي على قد اليوم بيومه. طيب ماشي، قولي اشتغلت ايه النهارده، جبت منه الفلوس ديت اللي جبت بيها الاكل ده. عادي، واحد تاجر كان عنده شويه خردة وكده، كان فيهم شويه نحاس، طبعا انت عارفه ان النحاس غالي شويه، فبعناهم وكده ورزقنا فيهم، اشتريناهم وبعناهم، بس ادي الموضوع كله. بس كده؟ مفيش حاجه تانية؟ كل واحد طلع له 500 جنيه، 550 بالظبط. انت بس خدت ال 500 جنيه رحت اشتريت بيهم اكل وبس؟ اه. بعدين انا مش فاهم انت بتحققي معايا ليه؟ انت بتكذب. انا بكذب؟ ايوه. في حاجه حصلت انت مش عايز تحكي لي عليها. لا اله الا الله يا رب. خلاص يا هلا انا بكذب، خلاص انا بكذب، مش انت شايفه ان انا بكذب؟ ايوه انت بتكذب. ماشي خلاص انا بكذب. اتفضل لو سمحت احكي لي الحقيقه. بص انا ما عنديش كلام اقوله خلاص، وانا قايم اصلا وسايبها لك لان القعده معاكي
ما بتجيبش غير مشاكل. انا بكلمك ما تسيبنيش وتمشي، انا مش بكلمك استنى انت بتسيبني وتمشي، استنى. في ايه يا بنتي انت بتعملي كده ليه؟ انا مش راضيه احرجك من ساعه لما انت جيت وعماله اقول لك قول لي الحقيقه قول لي الحقيقه، وانت اللي مش راضي. انا قلت لك الحقيقه انت لا مش دي مش مصدقة. الحقيقه، وانت عارف ان انت بتكذب كويس. قول لي اللي حصل يلا. انا مش عارف حقيقه ايه اللي انت عايز تعرفيها ديت بصراحه يعني. مش عارف انا. هو ده اللي حصل، اللي حصل قلت لك بالظبط. انت مصر برضه ان انت تكذب، انت مصر برضه ان انت تكذب. خلاص مفيش فايده فيك. بس كده. طيب الفلوس دي بقى انت جبتها منين؟ انت بتعملي ايه؟ بتعملي الفلوس دي إيه؟ انت جبتها منين؟ انت بتعملي انا شفتها إيه؟ في الشنطه اهيت، انت جبتها منين ومش راضي احرجك انت وعماله بتفتشي في شنطتي ليه؟ افتش زي ما انا عايزه، انا عماله اقول لك جبتها منين جبتها منين وانت مفيش فايده فيك برضه. مش عايزه احرجك واطلع لك الفلوس من الاول وانت مفيش فايده فيك، عمال تكذب تكذب تكذب. جبت الفلوس دي منين؟ اكيد مش شويه النحاس اللي انت بتتكلم عنهم دول هم اللي جايبين الفلوس دي طب كلها. تعالى نقعد ونتكلم. اتفضل. تعالى بس كده نقعد ونتكلم وربنا يسهل. تعالى. اتفضل اتكلم، ادينا قعدنا اهوت. بص عشان بس ما يعني ايه، دماغك ما تقعدش تودي وتجيب. خلاص؟ لا هي خلاص ودت وجابت يعني. الفلوس ديت حلال. ايوه اي جايبها منين بقى؟ لاقيها. والله. بس كده، فما ما تقعديش بقى ايه. في حاجه اسمها لاقيها؟ ايوه لاقي الفلوس. لا في حد بيلاقي المبلغ ده؟ ايه المشكله؟ هما وقعوا من واحد وانا لقيته. ويعني انت عارف الواحد اللي وقعوا منه؟ مش مشكله بقى. ازاي مش مشكله؟ مش مشكله بقى اعرفوا ولا ما اعرفوش، المهم ان انا لقيتهم وخلاص. لا ما فيش حاجه اسمها كده، انت لقيتهم وعارف صاحبهم بقى تروح ترجعهم له. ازاي تاخدهم يعني؟ وبعدين انت لقيت مبلغ انا ما اعرفش بلغ. صاحبهم، انا لقيت شنطه زي دي بالظبط روح كده. اسال في مسجد. شنطه يد زي دي كده، فتحتها على اساس ان انا اعرف مين صاحبها، فلقيت فيها فلوس كتير جدا. خدتها بصراحه وسبت الشنطه مكانها. بس ادي الموضوع اللي حصل. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مصدق نفسك في الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هو ده اللي حصل، هي دي الحقيقه. مش عايز تعرف الحقيقه وعايز تنكدي علينا، هي دي الحقيقه. ما هو انت لازم يتنكد عليك اصلا باللي انت بتقوله. ازاي تعمل كده؟ ازاي تاخد فلوس مش من حقك؟ هو بقى انا لقيتها وربنا بعتها لي. ربنا بعتها لك عشان ترجعها تاني لصاحبها، مش بعتها لك عشان انت تاخدها وتصرفها. وانت شكلك عارف صاحبها. لا انت شكلك عارف معرفوش، لا صاحبها. معرفوش. انا الشنطه انا عينتها في مكان كده وخدت الفلوس اللي فيها. ولا حتى الشنطه فيها حاجه تدل على صاحبها، ولا بطاقه ولا اي حاجه، ولا رقم تليفون؟ الشنطه فيها كل حاجه بتاعت صاحبها، فيها المحفظه، فيها البطاقه، وفيها كل حاجه. طب امال يعني؟ انا خدت الفلوس اللي فيها وبس. طب يعني بدل فيها حاجه تدل على صاحبها ما رجعتهالوش ليه؟ ازاي هو حد يعني هيقول لا إيه؟ الفلوس دي كلها يعني؟ انت شفت الفلوس قد ايه؟ ايوه شفتها ومستغربه طبعا ان حد يلاقي مبلغ زي دوت. طيب المفروض كنت رحت رجعتها له، شفت العنوان فين ورحت رجعتها له. انا بقى اللي جت في دماغي ساعتها ان انا اخد الفلوس كلها، لان انا انت على حالتنا زي ما انت شايفه كده. احنا ساعات رمضان جه علينا اهوت، ما مش لاقيين نفطر ناكل. عايزين اعمل ايه يعني لما الاقي الفلوس دي ازاي كلها؟ تقبل على نفسك ان انت تجيب اكل في البيت بفلوس؟ إيه انت عارف صحابها مين؟ ازاي هتبقى مرتاح؟ هتبقى مرتاح وانت بتاكل كده اكل كده ومبسوط بيه، وانت عارف ان اصحاب الشنطه دي ممكن يكونوا محتاجين الفلوس اللي فيها ديت، بيجيبوا علاج، بيعملوا حاجه مهمه، ممكن مش فلوسهم سالفينها اي حاجه. هيجي لك ما قلب. جاش انا في دماغي اي حاجه من الكلام ده، وتوقفي لي بقى على الموضوع ده خلاص. لا مفيش حاجه اسمها قفلها على الموضوع، الفلوس دي انت لازم ترجع تاني. الفلوس ده احنا هنجيب بيها لبس عيد، وهنجيب بيها مش عايزه اي حاجه. وهناكل بيها رمضان كله، لا وهيفوت مش معانا عايزه، كمان. مش عايزه اكل ولا عايزه اشرب. بس مش عايزه حاجه انا. الفلوس دي لازم ترجع تاني لاصحابها. وادعي ربنا يسامحك على الفلوس اللي انت صرفتها وجبت بقى الاكل اللي انت جبته ده. انت ازاي تقبل على نفسك ان انت تروح تشتري بيها اكل، ولا تروح تشتري بيها لبس، ولا اي حاجه، والناس اللي وقعت منهم الفلوس ديت مش عارفين هي فين؟ يمكن عايزينها يجيبوا بيها علاج، ولا حد عيان، ولا اي حاجه، ولا اللي يمكن معاه فلوس يمكن سالفينها. اللي معاه فلوس قد ديت هيبقى معاه قدهم 20,000 مره. خليك انت بس في انت حاجه. ايش عرفك؟ ما يمكن ما همش الا دي الفلوس دي فعلا ومحتاجينها في حاجه ضروريه. ايش عرفك؟ ما يمكن دلوقتي هم قاعدين بيعيطوا وبيلطموا وبيصوتوا عشان الفلوس دي وقعت منهم. روح وديها لهم وادعي ربنا يسامحك كده على الاكل اللي انت اشتريته ده، ويا ريت تاخد الاكل ده كمان معاك وتوديه للراجل، قول له ان انت صرفت الفلوس من الفلوس وجبت الاكل ده عشان كنت محتاجه، وبعدين يعني حسيت ان انت ما ينفعش تعمل كده ورجعتها تاني. وشوف هيقول لك ايه، ممكن يقول لك خد الاكل ويدي لك فلوس تاني لو هو مش محتاجهم. لكن ما تتصرفش من نفسك وتاخد الفلوس على اساس ان هي بتاعتك وانت عارف صاحبها. تقدر توصل له بنفسك. انت بتفكر ازاي؟ انت الشيطان عميك، الشيطان خلاك ما تشوفش حاجه غير الفلوس وبس. انت لو كنت راجعت نفسك كده ورحت رجعت الفلوس دي كان ممكن ربنا يرضيك باضعاف اضعافها. مفيش حاجه حرام بتدوم، لان انت عارف صاحب الفلوس ديت. المفروض تروح تاخدها وترجعها تاني. اتفضل يلا خد الشنطه ديت وخد الاكل اللي في التلاجة ده روح وديه، انا مش هقبل على بيتي حاجه حرام.
استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. هلا ايوه. خدي. ايه ده؟ احنا مش قلنا هترجع الحاجات دي؟ انت يا رجعت ستي تتكلم انا ولا قابلت ايه؟ الراجل قبل ما تقعدي تتكلمي بقى وتضايقيني، انا قابلت الراجل خلاص، وهو يعني ما قال لي خد الحاجات ديت وانت راجع خلاص، هو مسامح فيها، وقعد يشكرني بقى ويدعي لي كتير قوي وكده، ان في الفلوس دي اصلا فعلا طلعت فلوس عمليه وصاحبها كان رايح يوديها المستشفى. امسكي. طب الحمد لله يا رب، الحمد لله، الحمد لله ان انت رجعت الفلوس تاني. واداني، قعد يديني 300 جنيه بس انا ما قعدت احلف ما اخدهمش، بس هو قعد برضه يحلف عليا لحد ما حطهم لي في جيبي، وانت عارف ان احنا اصلا في اشد الاحتياج، بس الحمد لله انا كده ارتحت واطمنت. الحمد لله، انا كده ارتحت اكتر منك. الحمد لله.